سمي قبل أيام فقط باسم وفاق الجزائر. جزائر إذا ذكرتها في نوفمبر فاذكر ثوارها ووفاقها. الأولون كتبوها بالأقلام، أولاد نوفمبر لا ينهزمون في نوفمبر. اللاحقون وبأقدامهم افتتحوا وكتبوا. في الجزائر أسياد وفي الخارج مفخرة للبلاد. فيا ترى كيف حال المفخرة في نوفمبر؟ مفخرة زينت بلدا بأكمله بالذهب في السمراء ومع العرب. أين الوفاق؟ يا ترى أين ذهب؟ وفاق عريق في ملعب لا يليق. زين قميص الجزائر بالذهب، فزينته الجزائر بعبارة معروض للبيع، من أراد الرحيل فليرحل والبقاء للأوفياء. أوفياء كانوا الممول الأول والأخير. ممول حين غاب الممول رددوا دائما في المنصات رغم الجراح ستعود الأيام الملاح وبمشيئة الله. فمن أسعد الجزائر في الثمانينات وفي الألفية ووصل العالمية غابت عنه الوطنية. تحدث هذه الأمور في عالم كرة القدم، لكن في الجزائر الأحق لا يستحق. ونهديو الكاس هذه الشعب الجزائري والفقراء والبسطاء والناس اللي عندها مشاكل في 48 ولاية، راهي مهدية لهم الكاس هذه. وزيد في النهار هذاك يوم الثورة المجيدة نترحموا باش تكون أكبر حفلة وأكبر ترحم على أرواح الشهداء إن شاء الله. طال الصبر والاشتياق، صبرا يا وفاق. تقرير كتبه نجيب الله قادري.